السلام عليكم ورحمة الله. معاكم مهندس عاصم سعفان ومكملين مع بعض بإذن الله في دورة بايثون بالعربي. النهارده إن شاء الله هنبدأ نتكلم عن حاجة اسمها الليستس في البايثون. احنا طبعا قلت لك قبل كده في الداتا تايبس اللي احنا اتكلمنا عنهم وردك كذا حاجة. احنا اتكلمنا طبعا عن النمبرز والسترنج. النهارده إن شاء الله هنبدأ نتكلم عن الليست. هنتكلم في الفيديو ده إن شاء الله عن 4 حاجات. أول حاجة هي إزاي نكريت ليست أصلا، وبعد كده نبدأ نتكلم عن الاندكسنج والسلايسنج اللي احنا اتكلمنا عنهم في السترنج، نشوف ازاي برضو نعملهم مع الليست. بعد كده هنبدا نتكلم عن الميثودز اللي موجوده في الليست زي ما اتكلمنا برضو عليهم في السترنج، وفي النهايه هنشوف ازاي هنتكلم عن حاجه يعني اسمها النستنج ليست وازاي نعملها والكلام ده كله. طبعا اللي قبل كده في السترنج احنا طبعا مشينا فيهم خطوه خطوه عشان خاطر ايه اوضح لك كل حاجه بالتفصيل. النهارده بقى ان شاء الله نطبق الكلام ده كله في الليست، بس هناخد بقى ايه الفيديو على طول من اوله كودنج كده ونشرح واحده واحده واحنا ماشيين باذن الله. فيلا بينا نخش في الفيديو على طول ونبدا كودنج سوا. في البدايه هنبدا بنشوف ازاي مع بعض ازاي نكريت ليست في بايثون. طبعا دي البدايه، هنشوف بس مع بعض كده واحده واحده ازاي اصلا نعمل اي ليست في بايثون، وده عن طريق ان احنا نعمل اي متغير احنا عايزينه. طبعا احنا اتكلمنا ازاي نعمل متغيرات قبل كده، نكتب مثلا اي حاجه مثلا ماي ليست او اني ليست، تمام، ونقول بيساوي، وبعد كده نفتح البراكتس دي. البراكتس دي اللي موجوده فوق الشيفت كده على طول، طبعا من غير ما نضغط معاه على شيفت ولا اي حاجه، تمام. وبعد كده بقى نبدا نحط الايتمز اللي احنا عايزينها. ايه اللي ممكن نحط في الليست؟ ممكن احط فيها انتجرز، ممكن احط فيها اي ارقام يعني انتجر او فلوت، ممكن احط فيها سترينج، اي حاجه ممكن تحط جوه الليست. فتعال نبدا بانتجرز مثلا، نحط اي ارقام 5 7 15، طبعا مش لازم بالترتيب، ممكن احط 3 اي حاجه كده. خلاص انا عملت ليست، نفذت الكود كده انا عملت ليست خلاص. لو انا جبت نفس الاسم دلوقتي وحطيته هنا كده شيفت وانتر هيطلع لك ان انا عملت ليست. كده احنا اول حاجه كريتنا الليست. وزي ما قلت لك انا دلوقتي عاملها انتجرز بس، ممكن احط فيها اي حاجه انا حاببها. لو عملنا مثلا نيو ليست وحطيت لك فيها مثلا انتجرز، حطيت الاول سترينج اللي هو عاصم، بعد كده مثلا 5 اللي هو انتجر، بعد كده ممكن نحط مثلا فلوت، اي حاجه براحتك بقى اللي انت عاوزه يعني. ده اللي احنا اتعلمناهم حتى الان يعني، فايه خلينا ماشيين معاهم يعني. فدلوقتي انا حطيت لك 3 ايتمز مختلفين في الليست دي. لو حبيت اشوف المتغير تاني انفذه يعني واشوف ايه اللي موجود جواه، زي ما انت شايف مفيش اي مشاكل كده. احنا عملنا التاني ليست معانا، وانت ماشي بقى ممكن تطبق اي ليست انت عاوزها، تحط اي حاجه انت عاوزها فيها. ممكن تبقى ليست اوف نمبرز بس، ممكن تبقى ليست تحط فيها اسماء بس، ايميلات، اي حاجه براحتك يعني. لان هنشوف دلوقتي ازاي بنبدا نتعامل مع الليست، يعني نجيب الايتمز الموجوده في الليست والكلام ده كله. وهنشوف خاصيه جديده موجوده في الليست ما كانتش موجوده في السترنج لما جينا نتكلم عنه. احنا اتكلمنا هناك عن خاصيه اسمها الاميوتابيلتي، وقلت لك ان انا ما ينفعش يعني ايه انا اعرف اجيب مثلا كل حرف موجود في السترنج، لكن ما ينفعش اعدله. في الليستس بقى هنشوف مع بعض ازاي نجيب اي ايتم موجوده في الليست، بس هنا بقى طبعا نقدر نعدلها بكل سهوله. لو عايز اعرف عدد الايتمز اللي موجود في اي ليست، ممكن استعمل ميثود اسمها لينت او فانكشن اسمها لينت. بتكتب بس لين كده وتكتب جواه اسم الليست اللي انت عايزها. مثلا عايز تحط مثلا تشوف كام ايتم موجوده هنا، المفروض ان انت عندك 1 2 3 4، عندك 4 ايتمز هنا، فهتكتب بس اسم الليست اللي هي ان ليست مثلا دي اسم المتغير جوه الفانكشن اللي اسمها لينس. اعمل لك زوم عشان خاطر الكلام يبقى واضح، واعمل شيفت وانتر هيقول لك 4 4 ايتمز. لو خدت مثلا نيو ليست اللي هنا دي وحطيتها هنا هيقول لك جواها 3 ايتمز 1 2 3. وزي ما قلت لك هنعرف بعد كده ان العد اللي هو الاندكس يعني بيبدا من 0، بس انا بقول لك كام ايتم عادي يعني فيها 3 ايتمز، تمام. كده احنا خلصنا اول حاجه ازاي نكريت اي ليست في بايثون. نخش بقى مع بعض على تاني حاجه اللي هي ايه، اللي هي الاندكسنج والسلايسنج في ليست. طبعا لو احنا بنتعامل يعني مع الليست يعني كده في بايثون. تاني حاجه هنتكلم عنها هي الاندكسنج. نشوف ازاي مع بعض نجيب اي ايتم موجوده جوه الليست، نعرف مع بعض الكلام ده. هات مثلا نجيب بس المتغير ده معانا هنا تحت عشان خاطر يبقى واضح معانا في الصوره، تمام. دي احنا معانا لسه عاديه خالص، عايزين نجيب اي ايتم فيها. زي ما قلت لك الاندكس بيتعد من الزيرو، يعني اول ايتم عندي ده الاندكس بتاعها 0 1 2 3، تمام. مع ان في 4 ايتمز بس العد زي ما قلت لك بيبدا من الزيرو. وطبعا وضحنا الكلام دوت واحنا بنتكلم عن السترنج في الاول. فعايز اجيب اي رقم جوه الليست، تمام. هحط اسم المتغير وافتح البراكتس ديت واحط رقم الاندكس اللي انا عايزه. عايز مثلا 5 فهي الاندكس بتاعها رقم 0، هي اول حاجه فهي الاندكس بتاعها رقم 0. هحط هنا 0 واعمل شيفت وانتر عشان انفذ الكود، طلع لي الخمسه، رجع لي الخمسه اللي هي ايه اول ايتم موجوده معايا. طب عايز اجيب مثلا ال 48، هكتب برده اسم المتغير تاني واحط هنا ايه الاندكس رقم 2 0 1 2 0 1 2، يبقى هو الاندكس رقم 2 هنا. شيفت وانتر طلع لي 48. طب لو حبيت ان انا اجرب ان انا احط اندكس مش موجود، يعني الوقت عارف ان انا معايا 0 1 2 3 الاندكس ده كل الاندكس اللي معايا من 0 ل 3. لو انا حبيت احط اندكس مش موجود، مثلا الاندكس كام 100 ولا حاجه او 50، لو حطيت اندكس مثلا رقم 50 وقلت بيساوي يعني شيفت وانتر هيقول لك ايه، هيطلع لي ايرور وهيقول لي ان الليست اندكس از اوت اوف رينج، تمام. يعني كده معناها ان هو عارف هو معاه كام، لانه بيجي يبص اول حاجه على اللينس بتاع الليست بتاعتي يلاقي ان هم مثلا 4،
فبالتالي مش هيبقى عندي الاندكس رقم 50 اساسا، فيبقى راح مطلع لك ايرور. تمام، هعملها لك كومنت برضه عشان خاطر يبقى واضحه معاك، واسيبها لك في الملف عشان بس ما تبقاش الايرور موجود كده على طول. تمام. بعد كده انا طبعا قلت لك قبل كده في السترنج ان انا لو حبيت اجيب اي ايتم من ورا لقدام بستعمل ايه؟ بستعمل السوالب. يعني ايه؟ يعني لو قلت هنا اسم المتغير وحطيت هنا بدل ما كنت مثلا بحط 0 او 1 او الكلام ده كله، حطيت مثلا هنا -1 وعملت ونفذت، هيطلع لي 3 اللي هو اخر ايتم عندي في الليست. وهكذا حبيت بقى ان انا مثلا لو انا عندي لسته طويله مثلا وحبيت اجيب ثاني ايتم من ورا، هبدا ايه؟ ازود في السوالب. يعني اعمل ايه؟ -2 هيجيب لي ثاني ايتم اللي هي 48. تمام. اتمنى يكون الكلام واضح حتى الوقت، اتمنى يكون الكلام واضح حتى الان. طبعا نفس اللي احنا شرحناه كل ده اتشرح في السترنج، عشان كده انا مجمع كل الحاجات الخاصه بالليست في فيديو واحد. كده احنا خلصنا الفكره بتاعت الاندكس. طب ايه اللي عليه الدور؟ السلايسنج. السلايسنج نفس اللي احنا اتكلمنا عنه بالظبط في السترنج، هو ان انا بعمل اسم المتغير زي ما انا بعمل عادي، واحط جواه ايه؟ بحط جواه الستارت اندكس والاند اندكس بتوعي، وطبعا الاوبشنال بتاعي اللي هو الايه؟ اللي هو الثالث حاجه اللي هو الستبس. تعال نبدا بالحاجه البسيطه اللي هو الستارت اندكس والاند اندكس. عايز مثلا ابدا عند الايتم اللي هنا دي كده، تمام، وانهي مثلا ايه؟ تعال نكبر الليست بتاعتنا شويه عشان خاطر يبقى الكلام واضح. عملت لك دلوقتي ليست ثانيه طويله اهيت عشان خاطر يبقى الكلام واضح فيها اكتر. تمام. بعد كده بقى ايه؟ نجرب موضوع، نتكلم اكتر عن موضوع السلايسنج. مثلا جينا حبينا نحط في السلايسنج ايه؟ انا مسحتها تاني ليه؟ تمام. بعد كده نحط السلايسنج. قلت لك هنبدا بالستارت اندكس وبعد كده الاند اندكس. انا مثلا عايز ابدا من هنا كده اللي هو عند رقم 7، هبدا بالاندكس بتاعه اللي هو كام؟ ده 0 وده 1. الستارت اندكس بيخش معايا في الليست اللي انا عاملها، فهبدا من الاندكس رقم 1 واحط الكولوم بتاعتي. تمام. انا عايز اوصل لفين؟ ولنفترض ان انا عايز اوصل عند 644 الرقم اللي هنا ده. الاندكس بتاعها رقم كام؟ 0 1 2 3 4 5 6. الاندكس بتاعها رقم 6. لكن لو انا حطيت هنا رقم 6 هي 644 مش هتيجي معايا، لازما احط الاندكس اللي بعدها. تمام. لان الاندكس اللي بيتحط هنا في الاند اندكس ما بيتحطش معايا في الليست، فهحط هنا رقم 7 وانفذ، هتلاقي معايا 644. الستارت اندكس زي ما قلت لك بيخش معايا في الليست، الاند اندكس مش بيخش معايا، بيجي الرقم اللي قبله على طول او الايتم اللي قبله على طول. فمهم جدا تبقى انت مركز في المواضيع اللي زي دي. ناس كتير بتيجي تسال تقول لك ايه؟ انا حطيت مثلا، انا كنت عايز اجيب الرقم ده معايا وما حطيت الاند اندكس بتاعه اللي هو رقم 6 وما لقيته ما ظهرش. الاند اندكس ما بيظهرش معاك، لازم أن تحط الاندكس اللي بعده. تمام. الاخر اندكس معاك ما بيظهرش. بعد كده بقى ايه؟ نتكلم عن الحاجات اللي قلت لك لو احنا سايبين دي فاضيه او دي فاضيه ايه اللي بيحصل. نيجي تاني ونشوف لو احنا مثلا حبينا نجيب من 48 لحد الاخر هنعمل ايه؟ هنحط الستارت اندكس بتاعي، الاندكس بتاعي 48 اللي هو الاثنين. طب لا انا عايز اجيب لحد الاخر خالص ايا كان بقى الاخر بتاعي ايه، همسح الاند اندكس زي ما احنا شايفين كده، هسيب الاند اندكس بتاعي فاضي. تمام. وانفذ زي ما احنا شايفين، هتلاقي ان هو بدا من عند 48 وخد لحد الاخر خالص. طب انا عايز ابدا من الاول واوصل لحد اندكس معين، هعمل ايه؟ نفس النظام، هسيب الاندكس الستارت اندكس بتاعي فاضي واخد اشوف انا عايز اوصل لحد فين برضه. ولنفترض ان انا بادئ من هنا 0 1 2 3 4، عايز اوصل مثلا عند 750. تمام. فقلت لك الاند اندكس بتاعي ما بيظهرش، فشوف ال 750 ده الاند اندكس بتاعه كام؟ الاندكس بتاعه كام يعني؟ 0 1 2 3 4 5. انا عايز 750 يظهر، يبقى مش هحط الخمسه، احط السته. هعمل هنا كده 6 وانفذ. ال 750 زي ما احنا شايفين ظهرت معايا. كده احنا اتكلمنا شويه عن السلايسنج، طبعا ما اتكلمناش عن الستبس. الستبس بتفرق في ايه؟ لو انا خدت نفس الكود ده كده، تمام، زي ما احنا شايفين قدامنا المنظر بتاعه عامل ازاي عشان خاطر تبقى انت مركز معايا. تعال نحط السل هنا عشان خاطر نقارن لك بين الاثنين مباشر. الوقت انا حطيت الستارت اندكس بتاعي 2، عايز اوصل لحد الاخر. تمام. بس هضيف الستبس. الستبس هعملها 2. ننفذ ونشوف زي ما احنا شايفين كده في النص الاند اندكس فاضي، عشان كده ايه؟ هيوصل لحد اخر الليست. ننفذ، هتلاقي الليست صغرت. الليست صغرت ليه؟ لان هو ما عادش زي ما كان بيعمل الاول. انا قلت له الستبس بتاعتك 2، يعني انت هتاخد رقم وتفوت رقم، تاخد رقم وتفوت رقم، وهكذا. نيجي نبص هتلاقي خد 48 فوت الثلاثه، خد 48 تاني فوت 750، خد 644 زي ما احنا شايفين ده الناتج بتاعنا اهو. بقارنه لك باللي موجود قبله هنا ده عشان حطيت الستبس 2. ممكن احط الستبس 3 هتلاقيه بيفوت حاجات اكتر زي ما احنا شايفين. لو حطيت لك الستبس هنا كده 3، قارنها طبعا بالليست الاساسيه بتاعتك اللي هنا دي كده، هتلاقي خد 48 فوت الثلاثه و48 وخد 750 وهكذا. لازم طبعا تجرب على طول وتنفذ بايدك عشان خاطر تشوف الفرق بين الاكواد.
عايز بقى دلوقتي اضيف في الليست اللي انا لسه عاملها دلوقتي ديت مثلا ايتم جديده، وافترض مثلا ان انا ايه، انا كله عندي سترينج انتجر، هضيف مثلا اي سترينج عشان خاطر بس يبقى واضح. عايز اضيف مثلا كلمه عاصم، ازاي هعمل الكلام ده؟ ممكن بكل بساطه اجيب اسم المتغير واعمل بلس، اعمل ليست جديده واحط جواها المتغير او الايتمز اللي انا عايز احطها. مثلا عايز احط مثلا كلمه عاصم او اي ايتمز ثانيه معايا عادي مفيش مشاكل، ممكن اعمل كده واحط اي ايتم مثلا ثانيه. تمام. والوقت لو عملت شيفت وانتر ونفذت الكود زي ما انت شايف ايه، هيرجع لي كله الايتم اللي كانت الليست اللي كانت معايا كامله، وهيضيف لي عليها ايه التو ايتمز الجداد. هل ده اثر حاجه في الليست الاساسيه بتاعتي اللي هي اللي معايا هنا ديت؟ ما عملتش اي حاجه. لو جيت تشوف هتلاقي الليست بتاعتك زي ما هي، مفيش اي حاجه اتغيرت فيها. هتقول لي طب الموضوع ده ما غيرش ليه؟ هقول لك بكل بساطه، لو انت عايز تغير في الليست الاساسيه بتاعتك هتيجي تحط اسم الليست الاساسيه، لازم تسيفهم في متغير، غير اما نيجي نتكلم عن الميثودز كمان شويه. وبعد كده تضيف الحاجات اللي انت عايزها دي. الحاله اللي زي ديت هو انت بتقول له الليست الجديد اللي هو يعني ايا كان الاسم اللي هنا، بتقول له الليست ديت انا عايزها بتساوي الليست اللي كانت هنا اللي هو القديمه عادي اللي هي قدامنا ديت، زائد الكلمتين اللي انا عايز اضيفهم. لو انا دلوقتي نفذت وجيت اشوف الليست الجديده اللي معايا، اطبع بس الليست اللي انا لسه عاملها، هتلاقي ان دلوقتي ايه، اتضاف عندي الكلمتين في الليست الاساسيه. وطبعا دي مش الطريقه الاصح ان انت تضيف بقى حاجه في الليست، بس قلت اعرفها لك برضه عشان تبقى معاك، عشان تبقى فاهم الكونكاتينيشن والكلام ده كله لما تيجي تطبقه على الليست. نفس النظام اللي كلمتك عنه لما بتيجي مثلا يبقى عندك ليست زي دي كده، وحبيت ان انت تكرر الليست مرتين، ممكن تيجي تعمل كده الليست وتضربها في 2. وزي ما قلت لك لو عملت دلوقتي شيفت وانتر هيطلع لك الليست الاولى زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده متكرره كمان مره. وزي ما قلت لك ده ما بيتغيرش برده اي حاجه في الليست. لو انت دلوقتي تشوف الليست هتلاقي الليست زي ما هي عادي مفيش اي مشاكل. ويبقى كده احنا خلصنا جزئين من الفيديو او في الليستس. يعني اول جزء اتكلمنا فيه ازاي نعمل كرييت الليست اصلا، وتاني حاجه اتكلمنا عن الفرق بين الاندكسنج والسلايسنج جوه الليست. واتمنى يكون النقطتين دول كده حتى الان يعني واضحين عندك. تعالى بقى نشوف مع بعض الميثودز اللي بتطبق على الليست. انا عارف ان الفيديو ده كان المفروض يبقى اكتر من فيديو مع بعض، بس انا عايز يبقى الفيديو ايه لحد ما مركز وفيه معلومات ايه، عشان ما يبقاش بس كده بنشر فيديوهات وخلاص، لا يبقى الفيديو مركز وفيه معلومات كتير جدا تقدر في اي وقت ترجع للفيديو وتستفاد منه اكبر استفاده باذن الله. هندخل بقى دلوقتي على ثالث جزء وهو ازاي نتكلم اكتر يعني عن الليست ميثود ان بايثون. الميثودز يعني اقصد مش ميثود واحده، خلينا نعدلها. تمام، ميثودز ان بايثون. تمام. انا طبعا هكلمك على الحاجات الاساسيه خالص. لو انت طبعا دخلت سيرش اونلاين ممكن تلاقي ايه ميثودز ثانيه كتير، انا بس عايز اقول لك الحاجات الاساسيه خالص اللي انت ممكن تشوفها في اي مكان. ولما نيجي بقى نتكلم مثلا في اي حاجه او نحتاج يعني ادفانس ميثودز باذن الله اشرحها لك قدام، لكن البيزكس خالص هبدا اشرحها لك دلوقتي. تعال نجيب كده اي ليست معانا. تمام. قدامنا مثلا الليست دلوقتي، هيبدا اول حاجه خالص نشوف ازاي نضيف عنصر في الليست عن طريق الميثود، مش عن طريق بقى زائد والكلام ده كله. زائد والكلام ده كله انا بس بعرفه لك كده عشان خاطر اديك نظره عامه، انما المفروض انت عشان تضيف حاجه في الليست بتستعمل الميثودز. هتيجي تكتب اسم المتغير بتاعك اللي هو الليست يعني، وتبدا تعمل دوت. لو انا ضغطت تاب في الحل زي ديت، بص هيوضح لك دلوقتي كل الميثودز اللي موجوده فين في الليست. زي ما انت شايف دي كل الميثودز اللي موجوده عندك. هنتكلم على كذا نقطه منهم كده يعني عشان خاطر نوضحهم. تمام. وباذن الله بقى ايه لو احتاجنا بقى حاجه ثانيه او محتاجنا ان احنا نكتب حاجه زياده او كده نبقى ان شاء الله نبص عليهم قدام يعني. اول ميثود عايزين نستعملها هي الابند، اللي هي اول حاجه موجوده قدامنا دي زي ما احنا شايفين كده ابند. تمام. وتبدا تعمل ايه، دي الميثود اللي بتضيف لك ايتمز في الليست بتاعتك. وعلى عكس اللي قبل كده، لما تضيف بالابند ديت بتضيفها على طول في الليست، مش مثلا ايه لازم ترجع تحط الاسم المتغير والكلام ده كله، بتضيفها بيرمننتلي يعني ايه على طول دائما يعني. تعال نحط اي ايتم معانا جديده ونحط مثلا ايه، ولنفترض رقم، اي رقم اهوت. تمام. ونعمل شيفت وانتر. نفذت الكود. هو خلاص كده لو انا جيت اشوف الليست بتاعتي دلوقتي هلاقي ان بقى فيها ايه الايتم الجديد دي كده الايه الليست الابند ميثود. لازم تبقى واخد بالك الابند ميثود طبعا ممكن تضيف بقى ارقام، ممكن تضيف بقى عدد سترينج عادي مفيش اي مشاكل. تمام. ضفت لك برده عاصم كمان اهيت كده، استعملناها مرتين عشان خاطر تشوف انت طول ما انت بتضيف عادي مفيش اي مشاكل. دي اول ميثود معايا الابند ميثود، اسمها ايه ابند. وزي ما احنا شايفين الابند ميثود بتضيف لك الايتم في اخر الليست. طب انا دلوقتي ضفت عاصم اللي في اخر الليست اهيت، عايز امسح بقى الايتم اللي موجوده في اخر الليست او امسح اي ايتم. هنبدا الاول بنشوف ازاي نمسح الايتم اللي موجوده في اخر الليست، وبعد كده نشوف ازاي نمسح اي ايتم موجوده في الليست. عشان امسح الايتم الموجوده في اخر الليست هكتب بكل بساطه اسم المتغير اسم الليست يعني، واعمل دوت. وزي ما قلت لك ايه ممكن طبعا تكتب بوب
اللي قدامنا ديت، او ممكن تضغط تاب وتشوف برضو الحاجات اللي قدامنا عشان تبقى واخد بالك. هتلاقي قدامك بوب هنا بس كده. ديت لو انت ما ضفتش فيها اي حاجه، البوب اللي قدامنا دي كده هيمسح اخر ايتم موجود عندي في الليست. يعني لو نفذت دلوقتي كده هيرجع لك كلمه عاصم، هو بيعرفك ايه اللي اتمسح. تمام. ولو شفت بقى الليست ذات نفسها دلوقتي هتلاقي ايه، هتلاقي ان الليست راجعه لك من غير كلمه عاصم اللي كانت في الاخر هنا دي. لو نفذتها تاني هيمسح لك الرقم اللي هو الكبير اللي هنا ده زي ما احنا شايفين. نفذتها تاني مثلا قال لي انا مسحت الرقم ده، لما جيت اشوف الليست لقيتها فعلا اتمسح منها الرقم ده. كده دلوقتي انا بمسح الايتم الاخيره. طب انا لو عايز امسح بقى ايه ايتم في مكان معين، مش عايز امسح اخر ايتم او كده، هعمل ايه في الحاله اللي زي دي؟ هتيجي بكل بساطه بعد ما كنا بنعمل بوب هتحدد هنا الاندكس اللي انت عاوز تمسحه. احنا كنا بنعمل بوب وخلاص من غير ما نحدد اندكس. الوقت انا هحدد الاندكس اللي انا عايزه امسحه. فمثلا عايز امسح الاندكس الاولاني اللي هو رقم 0، اللي هو رقم 5 هنا في اللي عندي هنا كده، ده الاندكس بتاعه رقم 0. هنفذ، هيقول لي انا مسحت لك الخمسه. لو جينا نبص على المتغير تاني على الليست يعني هتلاقي الخمسه اتمسحت. طبعا وانت بتمسح ممكن تاخد الرقم اللي انت مسحته، لان الداله اللي بتمسح ديت بتعمل ايه؟ بتسجل المتغير بتاعتك، يعني بترجع لك قيمه اللي هي الخمسه دي. فانت ممكن اصلا وانت بتمسح تبقى تاخده في متغير معاك لو انت يعني عايز تستعمله بعد كده. يعني لو جبنا الوقت الليست تاني عشان بس ايه الليست بتاعتنا صغرت يعني ومكسل اكتب اي ليست ثانيه. تمام. وعملنا الوقت ليست البوب دي وعايز اسجل المتغير اللي انا همسحه اللي هو الخمسه ولا حاجه. نزود بس شويه ارقام، انا مش عارف الليست اسمها صغيره كده. تعالى مثلا نفترض ان احنا نمسح رقم 48 اللي هو 0 1 2 الاندكس بتاعه رقم 2، وعايز احفظه في متغير هسميه مثلا ديليت ايتم ولا حاجه. دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ ننفذ، مفيش اي حاجه طبعا رجعت لي. ايه اللي حصل دلوقتي؟ اول حاجه حصلت ان هو عامل بوب للاندكس رقم 2 اللي هو رقم 48. يعني لو جيت اشوف الايتم الوقت الان ليست ديت هلاقي ال 48 اللي عندي ديت اتمسحت زي ما احنا شايفين، اتمسحت عندي من الان ليست. طب الوقت الديليت ايتم فيه ايه؟ هتلاقي موجود فيه المتغير اللي هو الرقم 48 اللي احنا مسحناه حفظناه في الايتم ده. فانت دلوقتي تبدا تدخل معاك في دماغك ازاي مثلا نربط موضوع الفاريبل اساينمنت، ازاي نعمل متغيرات، وازاي يعني ندخلهم مع بعض. نبدا بقى نربط الحاجات اللي احنا شرحناها مع بعض باذن الله. دلوقتي احنا كده عرفنا ايه تو ميثود، البوب والابند. الابند اللي احنا شرحناها ايه في الاول هنا دي، واحده بتضيف وواحده بتمسح. ايه تاني اللي احنا ممكن إيه يعني الحاجات اللي احنا ممكن نستعملها برضو؟ تعالى كده نشوف. لو احنا مثلا جينا هنا وحبينا نستعمل ميثود جديده زي مثلا ايه ريفيرس، هنعمل اسم المتغير اسم الليست ونعمل دوت ريفيرس التاب بتاعتنا، وهتلاقي ايه الريفيرس موجود زي ما احنا شايفين كده. تكتب ريفيرس او تعمل تاب وتشوف الليست بتاعتك الميثود بتاعتك مفيش اي مشاكل، لكن تعود اسم او نفسك يعني انت تكتبهم بكل بساطه. اللي بيحصل في الريفيرس ان هو بدل ما كنت بتجيب يعني ايه، شايف انت الايتمز ماشيه معاك عامله ازاي، هو يعكسها لك، هيجيبها لك من ورا لقدام. تمام. تعالى ننفذ ونشوف. نفذنا. تعالى بقى نشوف الليست دلوقتي عامله ازاي. زي ما احنا شايفين بقت بادئه من الثلاثه، بعد كده بقت 87 مش عارف ايه من ورا لقدام. دي كده ميثود اسمها ريفيرس. طبعا الريفيرس بقى من اسمها انها بتعكس. ميثود ثانيه زي ايه؟ تعالى نشوف مثلا ميثود ثانيه زي ايه تاني اللي موجود قدامنا. تعالى هنا نشوف مثلا سورت. سورت هنا قدامنا اهيت، جرب سورت، باين من اسمها انها بترتب. تعمل شيفت وانتر زي ما احنا شايفين هيرجع لك الليست مترتبه. وترتيب الليست ملوش علاقه بين الليست ديت ارقام اللي هي انتجرز يعني او فلوت او سترينج او اي حاجه، مش فارقه معاك في حاجه. يعني انت مثلا تخيل لو احنا عندنا الليست بتاعتنا ديت فيها A و B و C يعني كلمات يعني وكده. تعال نعمل ليست جديده مثلا نسميها نيمز ليست ونحط فيها شويه اسماء. عرفنا ليست جديده فيها زي ما احنا شايفين حطينا شويه اسماء هنا كده، وهنبدا بقى ايه نجرب السورت عليها عشان خاطر اوريك ان السورت شغاله برده عادي مع السترينج وكده. ننفذ نشوف النيمز ليست هيطلع معاك زي ما احنا شايفين كده ايه الاسماء مترتبه ابجدي. بدا بحرف الاي وبعد كده ايه مثلا حتى لما يبقى عندنا كلمتين فيهم حرف الاي هتلاقيه بيقارن بين تاني حرف الاتش والاس وهيكمل لك الترتيب بالابجدي كامل يعني. دي كده ميثود زي السورت. وطبعا الميثودز اللي باقيه بالنسبه لنا اللي باقيين اللي هم اللي هنا دولت مش كتير، وممكن نبقى نتكلم عنهم في اي وقت قدام يعني لما نحتاجهم باذن الله. انما اللي انا شرحتهم لك دول كده الاساس اللي انت محتاج تبقى عارفهم عشان خاطر تبقى فاهم اكتر عن الليست. دلوقتي احنا كده خلصنا ثلاث اجزاء اللي هم ايه ازاي نعمل نكريت الليست، بعد كده الاندكسنج والسلايسنج، وبعد كده ثالث حاجه اللي هو ايه الميثودز الخاصه بالليست. رابع حاجه وهي دي الاخيره ان انا اعرفك حاجه اسمها النستنج في الليستس. ايه النست؟ ان انا احط داتا ستراكشر جوه داتا ستراكشر تاني.
يعني قلنا نفترض مثلا ان انا عندي ليست فيها ارقام، تمام، فيها مثلا ايه 2 3 4 وليست ثانيه اي ليست. يعني الفكره كلها في الاندكسنج بمعنى صح، يعني ان تعالى مثلا نعمل ليست 1 مثلا، وقلت لك ان هي فيها ايه، فيها 1 و45 مثلا اي حاجه، تمام. فدلوقتي عندي 3 متغيرات، ماشي. ممكن وانا بعمل ليست ثانيه او وانا في الليست اللي انا فيها دي كده، يعني جوه الليست اللي انا عاملها ديت ممكن اصلا احط ليست ثانيه كده واحط فيها ارقام مثلا، او احط فيها اي حاجه انا عايزها، واحط مثلا هنا عاصم زي ما احنا شايفين كده، وبعد ما نخلص الليست اكمل عادي في الليست اللي عندنا، وهكذا. هعمل لك زوم عشان تبقى شايف. احنا دلوقتي عندنا ايه، عندنا ليست جواها الايتم 1 ايتم 2 ايتم 3، وده كده على بعضها كده كله الايتم رقم 4، وده الايتم الخامس معايا. تعال ننفذ الكود ونشوف ليست 1 دلوقتي عامله ازاي. ليست 1 بكل بساطه اللي قدامي دي كامله، دي كده الليست اللي جوه الليست دي كده، الليست اهيت جوه الليست الثانيه الكبيره دي كده اسمها نيستد ليست. طب دلوقتي انا عايز اجيب الايتمز بقى ايه، نطبق الاندكس على الكلام ده. الكلام ده ممكن يتعمل ازاي؟ يعني انت لو انت جيت كده على الليست 1 دي كده جبتها هنا دلوقتي عشان نطبق عليها النست، لو جبت منها الزيرو ايتم هيطلع لك ايه، الايتم رقم 0 يعني اللي هو هنا ده اللي هو رقم 1. طب رقم 2 هيرجع لك ال 45 وهكذا. الاثنين اصلا هيرجع لك ال 57 لان دوت الاندكس رقم 1، تمام، هيرجع لك ال 57. الاندكس بقى اللي هنا دوت على بعضه كده، الليست دي كامله على بعضها كده، لا اندكس بقى اللي هو زي ايه، اللي هو رقم 3 0 1 2 3. لو نفذت دلوقتي وعملت شيفت وانتر هتلاقيه مرجع لي ايه، الليست كامله. طب انا عايز بقى ايه، اجيب ايتم جوه الليست اللي هي الليست بتاعتي دي، هعمل ايه؟ انا عرفت دلوقتي ان الليست لو انا جبت جنبها 3، جبت الاندكس يعني رقم 3 هيرجع لي الليست اللي جوه. وانا سايب لك طبعا المثال ده والمثال ده عشان خاطر ايه، وانت لما ترجع انت مع نفسك يعني كده وتراجع تبقى شايف الكود قدامك. حتى الان الجزء ده كده كامل بيرجع لي الليست دي، تمام. طب انا عايز بقى ايه الايتمز اللي جوه الليست ديت، هبدا اعمل براكتس ثانيه. بعد البراكتس اللي انا كنت عاملها هعمل براكتس ثانيه، والبراكتس الثانيه دي بقى هتبدا تتعامل اللي جوه الليست دي. هنبدا بقى نشوف ايه، ده رقم 0 وده رقم 1 وده رقم 2. انا هحط بس هنا رقم 2 هتلاقيه مرجع لي ايه، كلمه عاصم زي ما احنا شايفين. دي الليست اصلا هيخش في اول حاجه في الاندكس رقم 3 0 1 2 3، هيلاقي ان انا عندي الاندكس رقم 3 مرجع لي ايه، ليست اللي هي نيستد ليست يعني. هيخش بقى جواها في الاندكس رقم 2 0 1 2 اللي هو كلمه عاصم ويرجعها لي. النيستد ليست مهمه جدا ان انت تبقى فاهمها، لان احنا واحنا بنتعامل مثلا مع البايثون هتلاقينا بنتعامل مثلا مع حاجه زي الماتريكس، المصفوفات والكلام ده كله. مثال بسيط للمصفوفات، تعالى مثلا نعمل 3 ليستس كده على السريع. دلوقتي انا عندي 3 ليستس قدام بعض، دول كده مع بعض ممكن استعملهم عشان اعمل ليست فيها ايه، يعني زي المصفوفه كده، اللي هو مثلا لو انت عارف شكل المصفوفه كان عامل ازاي، لو فاكر يعني حاجه بسيطه في الرياضه هتلاقي انها ايه، عباره عن صفوف واعمده وكلام من ده. لو انا ممكن اعمل ليست جديده مثلا اسميها ايه، ماتريكس از ليست، يعني كفاهم انت اللي هو ايه، اي اسم متغير يعني. هفتح ليست جديده واحط فيها ايه، بكل بساطه اسماء المتغيرات اللي عندي. بس كده انا كده عملت ماتريكس. يعني ايه، يعني بقى دلوقتي يعتبر عندي صفوف واعمده، تمام. نفذت الكود واشوف الشكل بقى عامل ازاي. زي ما احنا شايفين كده ايه، بقى عباره عن نيست ليست، دي كده ليست وليست وليست وكلهم محطوطين جوه ليست كبير. طبعا ان شاء الله يبقى في كلام قدام باذن الله اكتر عن الليستس، يعني طبعا بقى ايه لما نيجي نخش ديتيلز بقى في مجال معين او كده. لكن ده كل اللي انا عايزك تبقى عارفه عن الليست. اتكلمنا طبعا زي ما احنا شايفين في شويه كودنج حلوين زي الكتب كده، عايزك تنفذ كل الكلام دوت تكتبه، لان الليست مهم جدا 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 تتعلمه وتتقنه كمان، مش بس تتعلمه كده نظره عامه، لا لازم تتقن الليست، لان احنا اغلب كلامنا اصلا هيبقى عن الليست والحاجات دي قدام يعني باذن الله. وخصوصا لو انت متابع تراك الماشين ليرنينج، فانت يبقى فاكر معايا اول حاجه احنا عرفنا ازاي نعمل ليست، تمام، وقلت لك ان بيتحط فيها اي حاجه. بعد كده اتكلمنا فيها عن الاندكسنج والسلايسنج ورجعت لك كل حاجه وطبقت لك عليها كل حاجه. بعد كده اتكلمت لك على البيزك ميثود اللي موجوده في بايثون، شرحت لك الابند والبوب والريفيرس والسورت. وبعد كده في النهايه كلمتك عن النستنج سيلز، نستنج ليست اقصد، وقلت لك ان احنا عندنا ايه، ليست جوه ليست، او نستنج يعني بمعنى صح المصطلح دوت معناه ان في داتا ستراكشر جوه داتا ستراكشر ثاني. نقطه مهمه جدا كنت نسيت اتكلم عنها في الفيديو، طبعا رجعت عملت ريندر للفيديو ثاني عشان خاطر اضيفها، وهي حوار الميوتابيلتي ان بايثون، تمام. في الليستس يعني ان بايثون. الميوتابيلتي انا كنت كلمت لك ان السترنج ما ينفعش اغير في نقطه منه. مثلا تعالى نجيب الليست اللي احنا كنا شغالين عليها ديت، ولنفترض مثلا ان انا ايه جبت اي اندكس عندي اللي هو الجزء بتاع
رقم مثلا 45 دوت اللي هو في الاندكس رقم واحد، وقلت لك ان هو بيساوي 45. طب دلوقتي انا مثلا ينفع اغيره هنا ولا لا؟ وانا بستعمل في لغه برمجه وانا بتعامل مع الليست يعني، هل ينفع اغير الايتم ده ولا لا؟ في بايثون في الليست ينفع تغير عادي الايتم، يعني تغير الايتم عادي كل ما فيش اي مشاكل فيها، غير السترنج لما كنت بقول لك اميوتابل، ده الميوتابيلتي فيه عندي متاحه يعني. وبالتالي ان انا ممكن اعمل كده واقول ان انا عايز في الاندكس رقم واحد اخلي مثلا القيمه كام بدل ما 45 اخليها اي رقم ثاني انا عايزه، مثلا 6 مثلا، اي رقم يعني مش فارقه براحتك خالص. ونشوف الوقت نطبع الليست الجديده، هلاقي ان الرقم عندي اتغير. طبعا دي انا كنت نسيت اسجلها اصلا في فيديو اساسي، وهي نقطه مهمه جدا عشان خاطر تبقى واخد بالك. وطبعا نفس الكلام ممكن تطبقه في اي حاجه ثانيه، اللي هو زي مثلا ايه 0 1 2 3 الجزء بتاع الليست اللي هنا ديت هي رقم 3، الاندكس رقم 3. لو انت غيرته باي حاجه ثانيه ولا نفترض حتى بسترنج مش مشكله، تمام. وبعد كده ايه اي اسم ثاني عشان خاطر اصلا موجود في الليست، تمام. وبعد كده سيفت وجيت تشوف شكل الليست دلوقتي عامله ازاي، هتلاقي ان انت عندك ايه، طبعا المفروض كنت احط هنا 3 وننفذ ثاني. لما اجي اعمل دلوقتي طبعا كنت عملت من غير ما اغير الاندكس رقم 3 يعني. بعد كده انفذ بقى الكود دلوقتي، الاقي ان الليست دي كامله عندي اتشالت وتحط مكانها كلمه ايه عمر، تمام. يعني الميوتابيلتي متاحه ان انت تعرف تغير اي ايتم موجوده في الليست، ينفع تغيرها بكل بساطه ما فيش اي مشاكل. طبعا ديت ايه نقطه مهمه لازم تبقى عارف عن الليست، عشان خاطر انا كنت نسيت اسجلها في الفيديو الاولاني، فايه جيت في الحته دي تاني يعني، عشان بس ايه لازم تكون عارفها يعني ايه وانت بتتعلم بايثون. اتمنى طبعا الكلام يكون واضح. انا عارف انه ممكن برضه الفيديو يكون طويل، لكن لازم يعني ايه كده احسن، عشان خاطر الفيديو لما ترجع باذن الله في يوم من الايام وانت بتراجع حبيت ترجع للليست تلاقي الفيديو محطوط فيه كل المحتوى اللي انت عايزه عن الليست باذن الله. وطبعا الكلام مش صعب الا لو انت بتتعلم برمجه لاول مره خالص، هيبقى الكلام بس تقيل شويه عليك، لكن بعد كده باذن الله هتلاقي ان انت لو راجعت في اي وقت هتلاقي الكلام ده طبعا بقى تافه جدا بالنسبه لك، وتقدر يعني ايه تراجعه في مفيش دقيقتين 3 بالظبط تكون مراجع كل الكلام اللي انا قلته ده. بس كده ده كل اللي انا كنت عايز اقوله في فيديو النهارده. اتمنى طبعا ان انت تكون طبقت كل حاجه وانت ماشي معايا، وبعد ما تخلص الفيديو اعمل كل اللي انا قلت لك عليه دوت، طبقه انت مع نفسك، اعمل ليستس جديده وطبق كل حاجه والعب براحتك كده. انا عايزك تلعب في البرمجه دوت، يعني ده اكتر حاجه بتعلمك ان انت تقعد تفتح النوت بوك كده وتقعد تكتب اكواد. اولا هتحسس نفسك يعني فاهم انت اللي هو ايه، انا بتعلم حاجه فعلا وبطبق وبكريت، يعني بعمل حاجات كده يعني مش بس بتفرج وخلاص. لان انت تتفرج وخلاص دي اكبر مشكله ممكن تحصل لك في البرمجه، هتقعد تتفرج على فيديوهات ومش هتعمل اي حاجه جديده، وتيجي تكود تلاقي نفسك ايه مش عارف تكود ولا اي حاجه. فطبق باستمرار وبس كده. اتمنى طبعا الفيديو يكون عجبك، لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك الجميل واشتراك في القناه لو مش مشترك، وكومنت تحت بقى كده ايه دعوه حلوه او استفسار، لو عايز تستفسر عن اي حاجه برضه حط معايا الدعوه مفيش اي مشاكل. هتلاقي عندك جروب تحت خاص بمسار الماشين ليرنينج، لو انت بس عندك اي مشكله في البرمجه خصوصا ببايثون هتلاقي طبعا ايه في تحت الجروب فيه كل حاجه ممكن تخش تسال فيه. وبس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.